اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الباميه باللحمه الضاني بطريقه سهله وبسيطه بطريقه امهاتنا من غير افتكاسات كتير. نبدا ونسمي الله. معايا 3 معالق زيت، معلقه كبيره سمنه، معايا بصلايه متوسطه قطعيها مكعبات، اضربيها في الكبه بشوريها الاسهل ليكي. اول ما البصله بتاعتي تبدا تدبل هنزل بكميه اللحمه اللي انا محتاجاها. يا دوبك شطفت اللحمه شطفه سريعه، هديها بس صدمه. هقلب اللحمه كده على الناحيتين عشان تاخد اللون وتاخد صدمه من كل الجوانب بتاعتها. ممكن لو عندك لحمه مسلوقه برضو تستخدميها، بس هتحطيها في الاخر بدل الميه، هتحطيها هي والشوربه بتاعتها. ما تصعبيش حاجه على نفسك. هنزل نص معلقه فلفل اسمر. انا يا دوبك اللحمه بتاعتي خدت صدمه وخدت لون. هبدا انزل بكميه الصلصه بتاعتي. انا كنت ضاربه بتاع نص كيلو طماطم في الخلاط، هنزل بيه. لو عندك طماطم متسبكه في الفريزر اشتغلي بيها عادي برضه. اول ما الاقي الايدين بتاعي نطر كده فوق الصلصه كده، ابدا انزل بالباميه بتاعتي. الباميه بتاعتي انا كنت مفرزاها معاكم، وهتلاقي الفيديو على القناه. الباميه ما ينفعش اطلعها من الفريزر واسيبها تفك وارجع تاني احطها في الصلصه، لا، لازم تطلعيها من الفريزر تحطيها بالتلج بتاعها على الصلصه. هنا اللحمه بتاعتي انا سويتها 3/4 سوا عشان هتكمل تسويتها في الباميه. هسيبها بقى، اسيب الباميه تفك براحتها. هنزل عليها بالملح والفلفل الاسمر. اول ما الاقي الباميه بتاعتي بدات تفك هنزل عليها بالميه السخنه او الشوربه لو انت عندك شوربه. هنا هنزل بمعلقه توم مفرومه. ما عندكيش توم مفروم ممكن تحطي توم في صوص تقطعيه مكعبات صغيره وتحطيه. هنزل بقى بكميه الميه بتاعتي المناسبه لتغطيه الباميه وتسويتها هي واللحمه، وهسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها كده. ممكن بقى تقدمي معاها رز، ممكن تقدمي معاها عيش حسب ما انت بتحبي. انا هنا كنت بحط معلقه سكر، كنت نسيت احطها في اول التسبيكه عشان خاطر الحموضه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. الباميه بتاعتي استوت واللحمه استوت وكان طعمها تحفه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم. واشوفكم في فيديو جديد.